الحمد لله يا اساطير، الحمد لله الحمد لله. ربنا وفقنا بفضل الله وجبت كيس طحين. انت عارف يا زلمه شو يعني انك انت تكون غزاوي ومعك كيس طحين؟ يا زلمه انت يعني هيك من اغنى اغنياء البلد والله العظيم. هذا كيس الطحين جبناه بألف عافيه. كنت انا كنت بدي اموت بس عشان كيس هذا الطحين، لانه هذا ايش بيعملوه؟ بدخلوا المساعدات، بدخلوهم عندنا صاروا كيف؟ مش بشكل يعني منظم، لا مثلا بدخلوا المقاطير وبقولوا للناس يلا هجموا عليهم. بتصير الناس ايش؟ من كثر المجاعه تدبح بعض بس عشان الطحين. بس الحمد لله عسكر قدر يعملها وروح بكيس طحين. عارف شو يعني طحين؟ يعني بدنا ناكل خبز، بدنا ناكل خبز. متخيل يا زلمه؟ انا من غزه وبدي اكل خبز؟ يا زلمه كان هيك ضمانه مستقبلي. قسما بالله الفرحه اللي انا فيها مش قادر اوصفها لحدا، مش قادر اوصفها لحدا. الحمد لله. كيس طحين يا زلمه، انت عارف شو هذا؟ هذا حقه يا جماعه الخير 1200 دولار. كيس الطحين عندنا حقه 1200 دولار. والله واسم الله عالي، وروحنا الغالي على الدار. والله يا جماعه الخير قعدنا انا واهلي يمكن حوالي 9 ايام ما بناكل خبز بالمره. بس الحمد لله ربنا رزق. هدول لما بدخلوا المساعدات ايش مشكلتهم؟ بدخلون لنا المساعدات من هين وبقول لك يلا اهجموا عليهم خذوهم. والمشكله اللي بتلاقي مثلا بيستنوهم مثلا نقول 100,000 نفر او 200,000 او 300,000 على يمكن على 1000 كيس. فايش بتصير الحياه؟ القوي هو اللي باخذ. بتصير الناس تضبح في بعض بس عشان الطحين. يعني زينا بعملونا زينا زي الكلاب والله العظيم. يعني الزلمه دخلوا المساعدات بشكل رسمي، ليش هيك تقولوا للناس روحوا يهجموا عليهم هيك والناس تدبح بعض يا زلمه؟ والمشكله بدخلك المقاطير من هين بصير الطيران يطخ علينا. فانت بتصير يا انت بتجيب كيس الطحين يا انت بروحوك انت وكيس الطحين. بس ايش بتكون انت شهيد يعني. لا ممكن يقعد يطخ عليك في الطياره، ممكن انت تستشهد بس عشان ايش؟ كيس طحين. بس الحمد لله يا جماعه الخير قسما بالله ما هي فارقه معي. انا بالنسبه لي هيك ميتين. بس المهم نكون روحنا في ابو الغواله. هذا عارف شو يعني كيس طحين يا زلمه؟ يا زلمه هذا ذهب، هذا ذهب. اخيرا اليوم عسكر بده ياكل خبز. اخيرا اخيرا اخيرا. الفرحه اللي انا فيها مش قادر اوصفها يا زلمه. الخاطر ارقص والله العظيم الخاطر ارقص. روحنا الغالي على الدار. الله واسم الله عليه. والله العظيم انا تعبان من شيله يا زلمه. اللي من امبارح شايله مش انا لا يسيبه والله بدي الاقيه في حضني. انا بالنسبه لي كنت بدي اسمي عسكر بس خلص هذا هو ابني الجديد. هذا يا زلمه احسن لي من كل حكام العرب والله العظيم. شايف كل حكام العرب والله ما بنفعوني في شيء. هذا الكيس بس هو اللي بنفعني. حسبنا الله فيهم بس حكام العرب. بدي منكم كل واحد شاف هذا الفيديو يتحسبن عليهم ويصلي على النبي في التعليقات 10 مرات. يصلي على النبي يكسب ويصلي على النبي يا جماعه الخير. وبدي الكل يشارك هذا الفيديو، يعمل اشتراك للقناه علشان اضل اروح الغالي على الدار. الله واسم الله عليه. يلا سلام اساطير.